السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراز. اليوم إن شاء الله وصفة خفيفة ظريفة، الفلون تاع المحلات اللي شحال من وحدة تحوس على الوصفة. تحلية سهلة وبسيطة راح تعجبكم إن شاء الله. اليوم راح نقول لكم عليها. هذا الفيديو راني مصورته من قبل، لكن قلت معليش راح نشرح لكم الوصفة حتى هكذاك. اللي راهي تصور فيا أول مرة على القناة، ما تنسيش حبيبتي الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس وضغط اللايك باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. هذه الوصفة راني درتها، كانوا عندي ضياف، قلت معليش حتى فات الوقت وما وريتها لكمش، لكن راح نوريكم كيفاش. شوفوا هذه تحلية جات ربي يبارك ما شاء الله. شوفوا جايه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. في الطبقة الأولى اللي استخدمتها في هذه التحلية أنتم ديروا جينواز عادي، جينواز عادي تاع شوكولا، يعني ديروا اي نوع قاطع عندكم عادي تاع شوكولا، خلوه وطيبوه في الفور عادي. في الطبقه الاولى. في الطبقه الثانيه راح ديري لتر حليب معاها صاشي نتاع فلون نتاع المحلات، تزيدي لها 2 مغارف سكر، تزيدي لها 2 مغارف معمرين من النشا، تزيدي لها لاروم نتاع الفاني. هذاك لاروم تاع الفاني خلطي كلش بارد في بارد وحطيهم يعقدوا على النار. بعد ما يعقدوا على النار فرشي الطبقة الثانية اللي راهي هي تكون هذيك الكلار، هذيك اللي لونها راهي كلار. انا برك زودت شوية الكراميل، لاروم تاع الكراميل، درت لي هذاك اللون عاد تقول باج هكذاك، لكن نتوما تحبوا تخلوها هكا كلار ديروا غير الفاني برك، لاروم تاع الفاني. ولا اذا درتوا لاروم تاع الكراميل راح تولي لكم، راح تولي لكم باج للطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثالثة تاع الكراميل الفوقانية، واش راح ديروا كراميل عادية اللي هي أنا درت فيها سكر، ذوبته مليح في المقلاة، زدت له شوية ماء وزبدة، وزدت له 2 مغارف من النشا. هذوك 2 مغارف تاع النشا قبل ما نزيدهم للسكر وهو على النار، درت لهم شويه ما، ذوبتهم في الماء بارد ومن بعد صبيت بشويه. يعني ديروا اي نوع كراميل تحبوا نتوما ديروها وراح تخرج لكم هايله ما شاء الله. يبقى بعدين تخلوها تبرد كامل على راحتها، ويبقى لكم التزيين اختياري. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكره. اسمحوا لي لا غالب نسيت ما درت لكمش هذا، مع تعرفوا العبد كي يولي عنده ضياف صعيب انه يوجد فيديو بهذيك السهولة. يعني لازم باش نوجد فيديو لازم الإنسان يكون رايح باش يقدر يوجد فيديو. المهم هذه بالنسبة لهذه التحلية. عذرا هذا رمضان مانيش رايحة نقدر ندير لكم وصفات، الله غالب ما درحانة، يعني للأسف راني درحانة جدا على الوصفات تاع الطبخ. إن شاء الله الوصفة اللي عندي من وصفات تجميل وغيرها راح نشارككم بها إن شاء الله. صحة فطوركم كامل وربي يتقبل منا ومنكم. اللي عندها أي فكرة ومرحبا بكم في التعليقات، حطوا لي آرائكم في التعليقات وشوفوا في الأخير كيفاش تخرج لكم ما شاء الله ربي يبارك. استفادوا منها، شوفوا فلون يترعد ربي يبارك. صحة فطوركم، سلام.